عسلامة ومرحبا بكم في قناة سفرة طيبة. اليوم نقدم لكم طريقة كيفاش نعمل المسمن المغربي اللي يكون مورق وهشوش. فنتمنى انه يعجبكم الكيفية وطريقة العمل متاعها، وهيا تبعوا معايا كيفية التحضير متاعها عفوا. فنحتاج 300 جرام فرينة، نزيدوا له 250 جرام سميد أرطب، ومع نص مغرفة الخميرة تكون اللي نستعملوها للحلويات معاها. أنا عملت مغرفة صغيرة متاع قهوة المعبية ملح. نلمو الفرينة والسميد بالماء الدافي، كل مرة نزيدو الماء ونعجنو، كل مرة نزيدو الماء ونعجنو كما تشوفوا هكا، حتى اللي نتحصلوا على عجينة تكون مش كاسحة برشا ومهيش طرية. يعني هذه هكا نشوفوها. نعلقوا العجينة متاعنا بالكدا، وحتى في وقت التعليق نزيدوا بشوية بشوية الماء حتى لين تتلم العجينة بالكدا وطوعنا أنا تبدأ تتمطط كما تشوفوا هكا التعليق. تبداش كاسحة يعني العجينة. حتى نتحصلوا على العجينة تبدا رطبة وطوعنا. هنا العجينة تعلقت مليح. معنا هذيك الطريقة كيفاش نعرف العجينة حضرت معنا بالتعليق، انه نتكي عليها ما يخلوش الصوابع متاعي. ندهن البلاطو متاعي بعد ما علقتها باش ما تلصقش الكركوبه، ما تلصقش في البلاطو وتسهل كي باش نحيها منه. نبدا نقسم العجينه متاعي كرات كيما هكاكا، الكره الثانيه كيما هكا. نكملوا الكرات متاعنا متاع العجينه الكل كيما تشوفوا هكا. ديما ندهن يديا بالزيت باش ما تشيحش العجينه وتسهل معناها في الهزان متاعها وما تشيحش. نكملوا العجينه الكل كما هكا. حصلت على 10 كرات، نغطيهم بالبابي سلوفان باش ما يشيحوش، ونخليها ترتاح العجينة أقل حاجة ساعة. أنا خليتها 3 سوايع. ونبدأ باش نحضرها للتوريق. فللتوريق نحتاج زيت والسميد وزبدة ذايبة. ندهن وين باش نحط العجينة بالزيت، نبدأ نطرحها. ديما نخلي الزيت باش نحل به العجينة، والسميد والزبدة نخليهم للتوريق. هنا بعد ما طرحتها بالكدا معناها وهي شوفوا تبدا مرتاحة تعاوني تنطرح بسهولة يعني. انا حطيت الزبدة ورشيت فوق السميد. فنجيب جنب اللي من قدام نطوه هكا بالطريقة هذه، نتحصلوا على مستطيل نحطوا فوق الزبدة وندردروا فوق السميد، ونجيبوا الجزء اللي مقابلي انا كما تشوفوا هكا. نطوي العجينة حتى نحصلوا على مربع، نقدوه كما هكا. ندهنوا بالزبدة ونحطوا السميد، خاطر السميد هو اللي يساعد انه تبدا مورقة العجينة، هو الزبدة. نطرحوا العجينة، نحاولوا انه نشكلوا مربع. نستعملوا ديما الزيت هو اللي باش يعاوننا على حلين العجينة، خاطر كان نستعملوا الزبدة تتحرق المسمن تتحرق. ديما نستعملوا كان الزيت. نحط التيفالة تسخن
كي التيفالة تسخن نحطو العجينة ونخلوها تطيب. كي تبدا العجينة هكا واضحة ان بدات تطيب من الطرف اللي غادي معنا من اللوطة اللي تطيب، نقلبوها ونقعدو مرة نقلبو معناها مرة نقلبوها مرة نقلبوها حتى لين نتأكدوا انه المسمن طابت وتنفخت، خاطرها هي تتنفخ شوية معناها باش تبدا مورقة كما تشوفوا هكا. هكا هنا المسمنة حضرت سي نحطها في الصحن ونمشي نكمل انا بقية المسمنات ونحضرهم. فهذو المسمنات حضروا عندي، ان شاء الله تعجبكم الوصفة هذه وتجربوها وتنالي رضاكم، وما تنسوش انكم تشجعوني باللايك بتاعكم وانكم ترجعوا ابوني في القناة هذه باش تتحصلوا على كل ما هو جديد بحذايا. والى اللقاء في وصفة اخرى ان شاء الله.